وسط صرخات المحتفلين وأصوات صفارات الإنذار، تحولت احتفالات الجالية المغربية في بعض المدن الهولندية إلى مشاهد صادمة، وثقتها عشرات الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تدخلت قوات الشرطة الهولندية بقوة لتفريق التجمعات مستعملة الهراوات ووسائل مكافحة الشغب في مشاهد أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب. اللقطات التي انتشرت بشكل كبير أظهرت مطاردات في الشوارع وتدخلا عنيفا ضد عدد من المحتفلين وسط حالة من الفوضى والتوتر التي شهدتها بعض المناطق عقب خروج أعداد كبيرة من الجماهير للاحتفال بفوز المنتخب المغربي. وتداول نشطاء مقاطع مصورة تظهر لحظات تدخل عناصر الأمن، حيث تعرض بعض المحتفلين للضرب بالهراوات أثناء عملية التفريق، ما فتح الباب أمام نقاش واسع حول مدى تناسب القوى المستعملة مع طبيعة الأحداث التي جرت. وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن تدخل الشرطة جاء بهدف إعادة النظام ومنع تفاقم أعمال الشغب، رأى آخرون أن طريقة التعامل مع المحتفلين كانت صارمة بشكل كبير، خاصة بعد انتشار مشاهد وصفت بأنها صادمة على منصات التواصل. المثير للانتباه أن السلطات الهولندية وبعد هذه الأحداث المتوترة عادت لتوجه دعوات إلى جميع المحتفلين بضرورة التحلي بضبط النفس واحترام النظام العام خلال الاحتفالات المقبلة، مؤكدة على أهمية الاحتفال بطريقة آمنة لا تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر. وقد أشعلت هذه الأحداث موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لتدخل الشرطة بدعوى حفظ الأمن ومنتقد لما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة، وبين هذا وذاك تبقى الفيديوهات المتداولة شاهدة على ليلة استثنائية تحولت فيها أجواء الفرح والاحتفال إلى مشاهد من التوتر والمواجهات التي لا تزال تثير الكثير من التساؤلات.